السلام عليكم. معكم دكتور إبراهيم. بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ليه بعض الناس بتبدأ وتستمر في التدخين وبيواجهوا صعوبة في الإقلاع عنه، هنتكلم في الفيديو ده عن الأضرار المثبتة علميا المترتبة على التدخين، وحضرتك في الآخر هتحكم بنفسك بإنك لو بتدخن لازم تبطل تدخين. نبدأ ونقول إن التدخين مضر جدا بصحتك، ممكن يسبب مشاكل تفضل معاك طول عمرك، وكمان ممكن يقلل من عمرك نفسه ومن جودة حياتك. كمان انت مش بس بتسبب اذى لنفسك، انت بتسبب اذى لكل اللي حواليك، خصوصا لو اطفال. عرفنا في الفيديو اللي فات ان الناس بتدخن عشان المادة اللي اسمها النيكوتين، وهي نفس المادة اللي بتسبب الادمان. لكن السجاير مش بس فيها نيكوتين، السجاير فيها مواد تانية سامة جدا زي اول اكسيد الكربون، وده غاز سام بينتج من الاحتراق غير الكامل، وده بيشمل اي احتراق زي في حالات الحرائق مثلا، وبرضه احتراق السجاير اللي انت بتدخنها، وبيدخل في الدم وبيمسك بقوة في الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ده اللي المفروض بيشيل الأكسجين، فمع الوقت جسم حضرتك بيبدأ يعاني من نقص الأكسجين في الدم. السجاير برضو فيها مادة الأطران، ودي مادة لزجة مسببة للسرطان، وحرفيا بتلزق جوه الرئة وبتسبب صعوبة التنفس. السجاير برضو بتحتوي على بعض المعادن المسببة للسرطان زي الرصاص والزرنيخ والنيكل، ومواد كيميائية خطيرة زي البيوتان والأمونيا والفورمالدهايد وحاجات تانية كتير. التدخين بيأذي بشكل رئيسي القلب والرئتين بقدر كبير، والحقيقة إنه كمان بيأثر بشكل سلبي على كل جزء في جسمك. تأثيره بيوصل إنه بيغير شكلك وصوتك، لدرجة إنه بيغير إحساسك بالشم والتذوق. تخيل. مهم جدا نعرف إن أضرار التدخين بتزيد مع زيادة عدد السجاير اللي حضرتك بتدخنها في اليوم، وبرضه بتزيد مع زيادة مدة التدخين، يعني اللي بيدخن بقاله 5 سنين غير اللي بيدخن بقاله 10 سنين. كل ما تدخن أكتر أو فترة أطول كل ما الأضرار بتزيد. زي ما وضحنا في الأول إن الأضرار المترتبة على التدخين مش بتقتصر على حضرتك، لكنها بتوصل لغيرك، أو ما يعرف بالتدخين السلبي أو second hand smoke، وده بيحصل لو حد قاعد قريب منك وبيتنفس الدخان بتاع السجاير. كمان دلوقتي في تصنيف ثالث وهو التدخين من الدرجة الثالثة أو third hand smoke، وده بيحصل لما حد يدخل مكان بيتم التدخين فيه باستمرار، وده بتحس بيه في ريحة المكان نفسه، لأن بعض المواد اللي بتصدر من السجاير بتفضل على الحيطان والسجاد والأسطح لفترات طويلة، مش بس بتبقى في الهواء، ولما حد يدخل المكان ده بيتعرض للمواد دي لكن بكميات قليلة. نتكلم بالتفصيل في الأضرار. أخطر ضرر للتدخين هو السرطان، خصوصا سرطان الرئة، وده من أصعب أنواع السرطان في العلاج، والأبحاث أثبتت إن 85% من حالات سرطان الرئة سببها تدخين. بيجي بعده سرطان المثانة اللي التدخين بيسبب 45% من حالاته، غير أنواع كتيرة من السرطان التدخين بيسببها أو بيساهم في حدوثها. إيه تاني ممكن يحصل بسبب التدخين؟ زي ما قلنا إن التدخين بيأثر بشكل سلبي على كل جزء في الجسم حرفيا، وأكتر حاجتين بيحصل لهم ضرر هما الرئتين والقلب. المدخن بيزيد عنده احتمالية الإصابة بالعدوى في الرئتين زي الالتهاب الشعبي أو الالتهاب الرئوي، وبيزيد احتمالية إصابته بالسدة الرئوية المزمنة، وكمان الإصابة بأزمات الربو والحساسية، ويحتاج يمشي على بخاخات وأدوية لتحسين التنفس، ده على مستوى الرئتين. وفي القلب التدخين بيزود احتمالية الإصابة بأمراض القلب، وكمان بيساهم في ارتفاع ضغط الدم، وبيزود لزوجة الدم، بالتبعية بيقلل وصوله لأعضاء الجسم، وكمان بيزود خطر الإصابة بالجلطات سواء في القلب أو في المخ أو في الساقين مثلا. بعد كده بيجي تأثيره على الجهاز الهضمي. التدخين بيزود حمض المعدة وبيسبب حدوث قرح في المعدة والأمعاء، وكمان ممكن يسبب أو يشارك في حدوث ارتجاع المريء والإحساس بالحموضة. كمان هتستغرب لو قلت لك إن التدخين بيضعف بناء العظام، وهنا لازم نوضح نقطة، إن العظام في جسمنا في حالة تكسير وبناء مستمر متوازي. التدخين بيضعف البناء لكن التكسير شغال زي ما هو، فبكده ممكن يحصل هشاشة في العظام وآلام مختلفة في كذا مكان في الجسم وسهولة الكسور، وكمان لما الكسر يحصل بيتأخر في الالتئام، وده برضو مرتبط بآلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل. التدخين كمان بيأثر على الجلد، وده احنا بنشوفه بعينينا بانه بيزود التجاعيد حوالين العين وحوالين الفم، فشكلك يكبر بدري عن سنك الحقيقي، وكمان ممكن يحصل لون اصفر كده في الصوابع والضوافر، وده احنا برضو بنشوفه. اما بقى عن تأثيره على العين فبيحصل ده عن طريق انه بيزود خطر الاصابة بالمية البيضاء، وحاجة كمان اسمها age related macular degeneration،
هنبقى نوضحها في فيديو لوحده. وعلى مستوى الفم والأسنان، التدخين بيعمل لون أصفر أو ممكن لون بني للأسنان، وبيزود أمراض اللثة اللي ممكن توصل لأن الأسنان تبدأ تقع. ده غير إنه بيضعف حاسة الشم والتذوق، وكمان بيعمل رائحة كريهة للفم. على مستوى الصحة الجنسية والإنجابية، فالتدخين ممكن يعمل ضعف الانتصاب، وبيسبب ضعف الخصوبة في السيدات، وبيخلي سن اليأس يحصل أسرع من العادي. وده غير إنه بيعمل إدمان لمادة النيكوتين، فده بيسبب تقلب الحالة المزاجية وزيادة خطر الإصابة بمرض الاكتئاب. أما بقى التدخين في حالات مرضى السكر، التدخين بيخلي الموضوع أصعب إن احنا نتحكم في مستوى السكر في الدم، فبالتالي بيزود احتمالية حدوث مضاعفات السكر. ده غير إن التدخين نفسه بيساهم في حدوث مرض السكر من الأساس. نيجي بقى لتأثير التدخين على أولاد حضرتك. لو بتدخن، أطفالك هيكونوا عرضة أكتر إن هم كمان يبدأوا تدخين، وكمان تعرضهم للتدخين السلبي بيزود احتمالية إن يحصل لهم ربو أو حساسية الصدر، وبيكونوا معرضين أكتر لأن يحصل لهم عدوى في الجهاز التنفسي زي أدوار البرد مثلا، وده أبسط مثال. بيكونوا عرضة أكبر من غيرهم إن يحصل لهم أدوار برد كتيرة وأنواع العدوى التانية زي الالتهاب الشعبي أو الالتهاب الرئوي. ومع الحمل، التدخين خطر جدا جدا على الجنين قبل الولادة، وليه أضرار كبيرة جدا للطفل بعد الولادة، ممكن نبقى نتكلم فيها في فيديو لوحده. ده طبعا غير الأضرار المادية، لأن التدخين غالي ومكلف، والأغلى منه هو تكلفة علاج المشاكل الصحية المترتبة عليه. الأضرار اللي اتكلمنا فيها كلها مثبتة علميا بدون أي مبالغة في أي حاجة منها، وكمان احنا بنشوفها يوميا. فأتمنى ان الفيديو ده يساهم في قرار حضرتك للإقلاع عن التدخين. مهم جدا تعرف ان مهما كان ليك سنين كتير بتدخن، عمره ما هيكون متأخر انك تبطل تدخين دلوقتي. It's never too late. جسمك هيبدأ يتعافى اول ما توقف، وصحتك هتتحسن بالتدريج مهما كان عمرك. انصحكم جدا تتفرجوا على باقي الفيديوهات في سلسلة التدخين عشان تعرف ايه الفوائد اللي هتحصل لك لما تبطل تدخين، ايه العقبات اللي هتواجهك لما تنوي تبطل تدخين، وازاي تتغلب عليها، وتبدأ ازاي اول ما تنوي تبطل تدخين. وبكده نكون خلصنا موضوعنا النهارده. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم. شاركوا الفيديو مع اللي بتحبوهم ويهمكم صحتهم. اشوفكم في فيديو جديد.